رجل كان يبيع الثلج، فكان ينادي عليه فيقول: ارحموا من يذوب رأس ماله. لقد كان هذا الرجل يستدر عطف الناس وأموالهم بأن بضاعته تذوب مع الوقت فتفنى، فلو لم يبع الثلج لذاب ولضاع رأس المال، فهو ينادي في السوق: ارحموا من يذوب رأس ماله، أي اشتروا مني الثلج وإلا ذاب وضاع رأس مالي كله. ولأن الثلج ماء متجمد، وقطرة الماء التي تسقط لن تعود مرة أخرى. هنا فهمت أن هذا هو معنى القسم في سورة العصر. فرأس مالك في الدنيا هو عمرك، واللحظة التي تمر من عمرك لن تعود ثانية، فكل واحد منا يذوب رأس ماله، فانتبهوا لرأس مالكم وهو الوقت الذي تحيا فيه قبل أن ينتهي الأجل. وها أنت قد من الله عليك بأن تكون من أهل رمضان، ولا تدري هل سيمر علينا رمضان آخر ونحن من أهل الدنيا أم سنكون أين؟ أطال الله أعماركم وأحسن أعمالكم. انتبهوا لمن يسرق منكم رؤوس أموالكم، وكل واحد منا يعرف من الذي يسرق منه رأس ماله. لا تضيع